بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. صلاة العيد الكبيرة، صلاة العيد الكبيرة، أكبر صلاة عيد في مصر، أكبر صلاة عيد في مصر. الاشتراك في القناة وفعل الجرس. هسيبكم مع الخطبة الجميلة، الخطبة مع الشيخ اللي جاب كل الأدعية. الاشتراك في القناة وفعل الجرس. فضيعه الله، ومن الذي لجأ إلى الله فتركه الله؟ إنه القيوم سبحانه وتعالى وعز وجل. يا عبادي، الله عز وجل يقول: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي، فإنه لا ينقص من خزائن الله عز وجل شيء. فكيف بمن يلتجئ إليه؟ كيف بمن يتعلق به؟ الذي خلقني فهو يهدين. هذه قالها أبو الأنبياء، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين. فمن الرازق؟ إنه الله. من الخالق؟ إنه الله. من الذي يأتي بالمدد؟ إنه الله. من الذي يجيب دعوة المضطرين؟ إنه الله سبحانه وتعالى وعز وجل. ولعلك رددت بالأمس القريب: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فلا شريك له في ذاته، ولا شريك له في صفاته، ولا شريك له في رزق، ولا في مطعم يطعمه عباده. فهو الرازق، وهو الذي يطعم عباده، وهو القيوم سبحانه وتعالى وعز وجل. استستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين. فاللهم امدد إخواننا في غزة بملائكة من عندك تنصرهم على اليهود الملاعين. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ثم نعود أيضا لنتعلم قصة الاستسلام من إبراهيم أيضا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. يأمره الله عز وجل أن يذهب لبناء الكعبة، فيذهب إبراهيم منقادا محبا لأمر ربه فيبني الكعبة. ثم يأمره الله عز وجل أن يؤذن في الناس بالحج. أن يا رب هؤلاء الناس الذين سأؤذن بهم الحج، وأن يبلغ صوتي، أن يبلغ صوتي يا إبراهيم، عليك البلاغ، عليك النداء وعلينا البلاغ يا إبراهيم. فبلغ الله عز وجل نداء إبراهيم لكل البشر، فما تجد إنسانا من صغير ولا كبير، حتى الأطفال يشتاقون إلى البيت العتيق. فاللهم لا تحرمنا حجة إلى بيتك، ولا عمرة، ولا زيارة إلى مسجد نبيك صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ثم نعود أيضا لنتعلم قصة الاستسلام من أبينا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فبعد كل هذه الابتلاءات، ونعلم جميعا أن الإنجاب ما جاء عند إبراهيم مبكرا عليه صلوات الله، وإنما تأخر حتى بلغ في الكبر عتيا. قالت: يا ويلتى ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب. فرزق إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام الولد على كبر. ثم حينما شب الولد، فلما بلغ معه السعي، قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. يقول الله: فلما أسلما، فلما إيه؟ أسلما أي استسلما، أي انقادا لأمر الله عز وجل. وأخذ الوالد سكينا واستسلم ابن لرداه. ثم إذا بإبراهيم يذبح ولده، وإذا بالسكين لا تريد أن تقطع اللحم لأنها مأمورة من الله وليس الأمر من العبد. فأنت تقطع والسكين تقطع
وليس بأمرك أنت، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فعليك أن تعلم أن الضر لا يأتي إلا من الله، ورفع الضر لا يأتي إلا من الله سبحانه وتعالى. فالمرض ابتلاء من ابتلاءات الله، ورفع المرض عفو من عفو ربك، فاسأل ربك العفو والعافية. فعفى الله عز وجل عن إسماعيل وفداه بذبح عظيم. لماذا؟ لأنه منقاد لأمر الله، استسلم لأمر الله. بالله عليك، لو طلب الله عز وجل مني ومنك أن نذهب بزوجاتنا وأولادنا فنضعهم في صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء، ماذا كنا نصنع؟ لو أمرك الله عز وجل أن تذبح ولدك ماذا كنت تصنع؟ يا من نكسل عن صلاة الجماعة، يا من لا نستطيع غض البصر عما حرم الله، يا من لا تستطيعين لبس حجاب شرعي يسترك ويجعل لك قيمة عند الله. انظروا إلى إبراهيم كيف انقاد واستسلم لأمر الله سبحانه وتعالى وعز وجل، وأخذ ابنه فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك ننجي المؤمنين. فعيب علينا والله، عيب علينا بعدما فعل أبينا إبراهيم واستسلم لأمر الله وبعد أمر الله عز وجل لنبينا ولنا بالتبعية أن ننقاد كما انقاد إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. عيب علينا أن يرانا الله عز وجل في أرض لا يحبها، عار علينا أن يفقدنا الله عز وجل في أمر أحب أن نقوم فيه. فالله عز وجل أمرك بالصلاة فقال سبحانه وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. قال سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. قال سبحانه وتعالى وأمرني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. فهلا أمة الإسلام تعلمنا من أبينا إبراهيم واستسلمنا لأمر الله؟ هلا أختنا الفاضلة استسلمت لأمر الله كما استسلمت هاجر عليها السلام؟ إذا لن يضيعنا. لماذا نبعد عن الله؟ اسمع إلى قول الله عز وجل يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ولن ننسى مسجدنا الأقصى، وستعيش غزة في قلوبنا إلى الأبد. ستعيش غزة في قلوبنا رجالا ونساء وأطفالا، وهم والله الأبطال، ووالله بهم نفتخر ونتشرف وأن يكونوا من جلدتنا، ونسأل الله أن يغفر لنا تقصيرنا نحوهم. ولن ننسى إخواننا في السودان، فنسأل الله عز وجل أن ينزع فتيل الحرب من بينهم وأن يؤلف بين قلوبهم. أمة الإسلام، علينا أن نعي هذا الخطر العظيم الذي أحيك بأمة الإسلام. أرادوا أن يبعدوك عن دينك، أرادوا أن يبعدوك عن ربك، أرادوا أن يبعدوك عن سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، والعجب أنك تجد هذه الأيام كلها تعلم الإنسان توحيد رب العالمين سبحانه وتعالى وعز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فعلينا بالتمسك بكتاب الله
وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمة الإسلام، عيدنا عيد طاعة وليس عيد معصية. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ومن أعظم الأعمال التي يحبها الله عز وجل في هذا اليوم أن يضحي الناس بأضاحيهم، وأن تراق هذه الدماء ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى وعز وجل. فكما قال سيد ولد آدم: فإن الدم ينزل من الله عز وجل بمكان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فوسعوا على أنفسكم وعلى أهليكم، ولكن لا فرح لنا أمة الإسلام إلا بطاعة الله. لا تنسوا هذه القاعدة: لا فرح لنا أمة الإسلام إلا بطاعة الله، ولا نصر لنا أمة الإسلام إلا بالتذلل لدين الله ولله سبحانه وتعالى وعز وجل. فعلينا أن ننقاد لله ربه، وللإسلام دينه، ولمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم عليك باليهود الغاشمين الظالمين المعتدين، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم احدا واجعلهم لكل مسلم فدا. اللهم عليك بهم فانهم لا يعجزونك. اللهم كل اخواننا المستضعفين في غزه والسودان، اللهم كل اخواننا المستضعفين في غزه والسودان، اللهم انهم جوعى فاطعمهم، مرضى فاشفهم، عراة فاقصهم. اللهم اغفر لنا تقصيرنا نحوهم. اللهم واشف مرضانا، اللهم واشف مرضانا، اللهم واشف مرضانا، وخص منا الآباء والأمهات والزوجات والأولاد ونحن معهم يا كريم. اللهم وارحم موتانا، اللهم وارحم موتانا، اللهم وارحم موتانا، وخص منا الآباء والأمهات والزوجات والأولاد ونحن معهم يا كريم. أمة الإسلام، هذا عيدنا نحن أمة الإسلام، ولكن لا ننسى أن لنا جراحا، فندعو الله عز وجل طيلة الليل والنهار حتى تنشرح صدورنا بنصرة إخواننا المستضعفين في كل مكان. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا، وأسأل الله الذي جمعنا في هذا المكان الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا مع سيد ولد آدم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في مستقر رحمته. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لو وصلت لحد نهاية الفيديو هتشترك في القناة وتفعل الجرس وصلي على النبي في التعليقات. صلاة العيد أحلى أجواء في المنصة. اشترك في القناة وفعل الجرس واستنى فيديوهات